بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين قناة الحياة الإقليمية لايف، أهلا وسهلا بكم. احنا النهاردة في ضيافة المهندس عون العلمي، نقيب العاملين بالزراعة والري والصيد بدمياط. ازيك يا أستاذ عون؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يا باش مهندس، حضرتك يعني نسمع إن في مبادرة اسمها باب رزق، ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ مبادرة مشروع باب رزق تحت إشراف النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري ووسائل الأراضي ونقابة المهن الزراعية بدمياط. المبادرة معمولة لسيدات محافظة دمياط. السيدات بس؟ السيدات بس، سيدات محافظة دمياط، لتعليم السيدات على الأشغال اليدوية، زي التريكو والكروشيه والستاير والمنظفات والمشغولات اليدوية بالإجماع كلها. يعني ده اللي احنا عاملينه يعني نستطيعهم كسب قوت يومهم. تمام. سيدات محافظة دمياط. تمام. طيب المبادرة دي مثلا لها أوقات معينة؟ يعني مثلا هتبقى شهر، 3 شهور، في أيام في الأسبوع؟ هو النهارده الأربع، ده أول يوم لشغل المبادرة. والمبادرة هتستمر إن شاء الله 6 أسابيع للتعليم، وبعد 6 أسابيع التعليم إن شاء الله هيبقى فيها معرض للمنتجات بتاعتهم اللي هم عملوها. حضرتك تمام. وطبعا احنا ضفنا في المبادرة للتسويق الإلكتروني، وضفنا في المبادرة تربية الدواجن، ومعانا دكتور متخصص بيطري في موضوع الدواجن، ومعانا دكاترة متخصصين في عملية التسويق الإلكتروني. طيب والمعرض ده إن شاء الله هيبقى هنا في الزراعيين؟ إن شاء الله المعرض في الزراعين فوق في القاعة العلوية، والتدريب كله إن شاء الله في قاعة المؤتمرات تحت. فإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نوفي القدر إن إحنا نقدر نفيد الناس دي وفعلا نعلمهم ويبيعوا ويكسبوا منتجات ليهم. طيب في إقبال من السيدات لحاجة زي كده؟ حابين حاجة زي كده؟ طبعا حضرتك لو قمت دلوقتي دخلت جوه هتلاقي السيدات موجوده كتير. يعني اكتر من 200 سيده موجودين حاليا، برغم من العدد اللي كان موجود اللي كانوا حاجزين 400. واحنا تحت امرهم لو العدد حتى 500 او 600. القاعه عندنا كبيره وهتساع ان شاء الله، وهنعلمهم جميع المنتجات بامر الله. طيب احنا دلوقتي علمناهم وانتجهم وكل حاجه، وهنعمل لهم معرض. هل احنا بقى مسؤولين عن التسوق نفسه؟ يعني ان احنا نسوق لهم الشيء ده معين، يعني يعني نعرض لهم الشيء ده ازاي عشان الناس تشوفه؟ احنا هنعمل زي ما عملنا السنه اللي فاتت، عملنا معرض كبير فوق قعد 4 ايام، وعملنا معرض في شارع الجلاء قعد 12 يوم. اللي قعد 4 ايام ده قعد عشان كان في اقبال كبير جدا على عمليه الشراء، و12 يوم برضو كان في اقبال جامد، وكل الناس اللي كانت موجوده روحت مبسوطه ومرضيه، لان كان في ناس عمرها في حياتها ما وقفت تبيع حاجه، فانتجت وباعت ومسكت فلوس وراحت فتحوا محلات، والمحلات اللي فتحوها كتبوا عليها برضو باب رزق. تمام. انا اسمع المبادره دي من السنه اللي فاتت، وان سيدات دمياط هم اللي كانوا عاملينها او حاجه زي كده. هل حضرتك اللي كنت بتدعمهم السنه اللي فاتت ولا احنا لسه بندعمهم السنه دي؟ لا احنا مدعمين من السنه اللي فاتت وشغالين معانا، ونفس المدربات بتوع السنه اللي فاتت هم اللي موجودين معانا السنه دي. تمام. احنا بندعم معاهم المبادره دي بالمجان. تمام. محدش بيدفع اي فلوس ولا حد بياخد. طب بالنسبه للخامات مثلا، حاجه بيعملوها؟ لا الخامات هم بيجيبوها علشان هم اللي بيتعلموا فيها، هم اللي بيصنعوها، هي بتاعتهم هم بيبيعوها. هم يبيعوها، هم اللي بياخدوا. احنا بس ما هو الا احنا بنجهز لهم مكان وبنجهز لهم مدربات. وطبعا احنا معانا برضو المهندس محمد الرملي معانا شريك في المبادره بنقابه المهن الزراعيه بدمياط، وموجود ومعانا ونقدر يفيدنا برضو باسئله. يعني موجود معانا استاذ محمد الرملي. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد، قدم نفسك. أنا المهندس محمد الرملي، المنسق في مبادرة باب رزق على مستوى محافظة دمياط. اتفضل. هي المبادرة مشتركة بين نقابة المهن الزراعية بدمياط والنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد بدمياط. طبعا النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد دي مش أول مرة تنفذ المبادرة، دي تاني مرة. من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. وبسم الله ما شاء الله السنة اللي فاتت عملت إنجاز كبير جدا على مستوى المحافظة، وعملت خدمات كويسة جدا بالنسبة للسيدات المحافظة. السنة دي برئاسة الباشمهندس عوض العلمي وسع المجال أكبر، دخل تخصصات كتيرة. طبعا مدربات السنة اللي فاتت بسم الله يعني بالنسبة لينا في دخل معانا تربية الدواجن، في معانا إن شاء الله يبقى تربية المناحل، في دخل معانا تنمية بشرية، في الحاجة الجديدة التسويق الإلكتروني، ودي أول مرة تحصل معانا. اللي أنا طلعت منتج كده اللي هيتعمل إن شاء الله معرض في آخر
الموسم التدريبي. طيب الخطوات اللي بعد كده ايه؟ هيبقى في تسويق الكتروني، دورات تسويق الكترونيه كامله لكل التخصصات اللي موجوده، والباشمهندس عوض هيكون مشرف عليها شخصيا. اللي انا بالنسبه لي انا طلعت المنتج بتاعي، طب المنتج بتاعي انا عايز اسوقه. طبعا هعرف ان انا اقدر اسوقه في كل المجالات، واقدر اسوقه على صفحات التواصل الاجتماعي بحيث اللي تكون يعني احنا مش هنسيبهم خالص، احنا مش هنسيبهم متكامله. ايوه ما هي مش سلسله هنسيبهم. متكامله. انا عندي الدعم الاول للمنتج، المنتج بطلعه، بعد ما بطلع المنتج انا وبسوق لهم كمان. وبسوق لهم كمان. تمام. تمام. بعد كده احنا مش عايزين تكون هي حلقه واقفه، لا هي حلقه تكون مستمره طوال كل سنه، اللي احنا ان شاء الله اي تخصص زياده عايز يجي يدخل معانا هيكون برضو متاح. اي مدربه، لا دي دعوه برضك للمدربين، دعوه للمدربين واي متدربه مجال. عندها اي فكره او اي مجال هي عايزه تشترك بيه، تيجي تقعد مع الباشمهندس عوض تشرح له الفكره كامله، يكون عندها دراسه جدوى للمشروع كامل. تمام. وبعد ما بنعمل الدراسه كامله بنقدر نطرح الفكره دي ونقول يا الله لو في اي متدربه حابه تشترك معانا الموضوع متاح باذن الله. طيب احنا لو مثلا عملنا المعرض هنا 3-4 ايام او اسبوع او كده وعملناه في اي مكان تاني، احنا اللي بنتولاه؟ النقابه بتتولاه برضو؟ نقابه المهن الزراعيه ابو دمياط والنقابه العامه اللي عاملين بالزراعه والري والصيد هم المشرفين وهم الداعمين الاساسيين للمبادره على مستوى المحافظه في اي مكان. تمام. النقابه ابوابها مفتوحه 24 ساعه في اي مكان في محافظه دمياط، متاح ان احنا نعمله في اي مكان. احنا دي فرصه عمل وزياده دخل لكل سيده دمياطيه. حاجه كويسه جدا والله. احنا بنشكركم جميعا، ويا رب كده دمياط وسيدات دمياط يتقدموا على ايديكم، وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم. كانت معكم امل الحديدي من دمياط. مش هشرلك ايدك. طيب لو البوتاص بتاعنا ما كانش متعادل مع السلفونيك هيقشرلك ايدك ويعمل لك اكسيد. دكتور